مساء الفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناه ليلي. النهارده هنبدا ملخص جديد وحلقه جديده، بس هتظهر لنا مفاجاه كبيره جدا في اخر الحلقه. اللي عاوز يعرفها يتابعني لاخر الحلقه، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. ونبتدي الحلقه بتاعتنا، والحلقه رقم 7. تبدا لنا الحلقه بان امال كانت عارفه اللي اخواتها بيعملوه، وبعدين بتقول يا ريتني كنت اتدخلت، انا كنت عارفه وكنت ساكته. وبتقول لها احكي لي ايه اللي حصل، فبتبدا تحكي لها. وبعد كده بندخل في الحلقة بتاعتنا ان شيماء واختها، طبعا شيماء هي اللي معاها الدعوة والمفروض ان هي تدخل الحفلة، ونسمة زعلانة جدا. فشيماء بتقول لها انا هدخل جوه وهشوف أبلة كاميليا تيجي تدخلك معايا. بتدور عليها. بعد كده نسمة بتتفاجأ ان موجود جوز اختها بره وبيشوفها، وبعدين بتقول له ده عيد ميلاد واحدة صاحبتي، وانت ايه اللي جابك هنا؟ وبيرد عليها وبيقول لها لما هو عيد ميلاد صحابك سايبينك واقفة بره ليه؟ وبعد كده اختها بتفضل ترن عليهم كلهم، محدش بيرد عليها، حتى علي برضو ما بيردش عليها وبتقلق. وبنرجع تاني للحفلة. هنا شيماء بتتصور مع المعجبين بتوعها، ومامتها بتزور أولياء الله الصالحين يعني، هي واختها بتقول لها خدي بالك على اخواتي. اما هنا ابوهم بيقلق عليهم وبيتصل على حمدية بيقول لها البنات ما بتردش عليا، بتقول له ما تخافش عليهم، ده هما موجودين عند امال وبتطمنه. وطبعا احنا عارفين ان نسمة ما دخلتش لغايه دلوقتي، وهي هتدخل مع هبه تتودي. جابوا حد يشغل الحراس والامن علشان هم يعرفوا يدخلوا، وبالفعل بينجحوا وبيدخلوا جوه الحفله. ونسمة بتقابل شيماء وبتقول لها كده كل دوت ما دخلتنيش، بس انا برضو عرفت ادخل. وبتسلم بقى كاميليا وبتقول لها عامله ايه. اما بقى شيماء طول الحفله في حد عمال يبعت لها رسائل ان هو هيعمل معاها شغل مقابل مبالغ كبيره من المال. وبترقص بقى شيماء هي ونسمة. بعد كده اختهم بترن عليهم علشان تطمن عليهم، وبيضحكوا عليها طبعا. ونسمة بتقول لها احنا في حفله واحده صاحبتي، وشيماء بتزعق لها بتقول لها احنا قلنا لها ان احنا هنذاكر مع صاحبتنا، انت ليه بتقول لها كده؟ قالت لها خلاص بقى مش مهم، انا قلت لها كده وخلاص. وبتقول لها احنا هنرجع على طول ومش هنتاخر. وبيرجعوا تاني يكملوا الحفلة ويرقصوا، ولا كأنهم عملوا حاجة هما الاتنين. وطبعا كله قلقان عليهم ومش عارف هما فين. وبنلاقي هنا فوكس ان هو داخل الافتتاح برضو بتاع المطعم، وبيقابله علي وبيقول له كده بعرفك باخت مراتي علشان تديني نسبة من الفلوس، وبتضحك عليا انا كمان لازم تدخلني معاك الحفلة. وبياخدوا معاه بيدخلوا الحفلة برضو، وبيقابلوا بعض كلهم وبيتخانقوا مع بعض مع فوكس دوت، وبيسيبهم وبيمشي. اما هنا بقى والحفله شغاله بينادي واحد كده ويقعد يتكلم على المشاهير بتوع التيك توك والفيديوهات اللي بيعملوها. وبعد كده بيتكلم بسخريه على الفيديوهات وهو بيتكلم كده. نسمة بتخبط في واحده واقفه جنبها، وشكلها سرقت منها حاجه وخبتها في الشنطه بتاعتها. وبعد كده بيتكلم بقى على هبة تاتو بطريقة مش كويسة، وبيقول ان هي بتعمل فيديوهات وحشة وبتفضي دقيق وحاجات وبتعمل حاجات مش كويسة. طبعا علشان تنتقم هبة تاتو عملت لايف في وسط الحفلة، وكل الناس مستغربين اللي هي بتعمله دوت علشان تبوظ الحفلة. اما هنا كاميليا وطارق متضايقين جدا من اللي هي بتعمله دوت، وان هي بوظت الحفله بتاعتهم. وبينادوا للامن علشان يجي الامن يطلعها بره. بيجي الامن علشان يطلعها بره بسرعه. وبعد كده بنسمع ان واحده عماله تزعق وتقول الحقوني انا اتسرقت انا اتسرقت. قالوا لها في ايه؟ قالت لهم ان الساعه بتاعتها اتسرقت. فجه طارق بسرعه وقال لها ما تخافيش ما فيش اي حاجه اتسرقت، هنلاقيها. وبنلاقي هنا نسمة مرتبكة جدا وعايزة تروح، وعمالة تقول لعلي لازم اروح بسرعة. وشيماء عمالة تدور على اللي عمال يبعت لها رسايل، وطلعت بره تدور عليه. قال لها قابليني عند الشاشات الحمراء اللي بره، وبتطلع علشان تقابله. وهنا بنلاقي مفاجأة كبيرة جدا جدا، بنلاقي خال شيماء وشكله لسه عايش ما ماتش. والحلقة هنا بتخلص على المشهد دوت. وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. وتابعوني في الحلقة الجديدة، وشكرا لكم، باي باي.